أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم عن خصلة من خصال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التي اجتهد بنو أمية من خلعها من كل الكتب، لأن بني أمية حقد دفين. حتى الخصلة أو الشتلة الصالحة التي حتى الشتلة الصالحة التي تنتمي لبني أمية، وهو الذي غلا فيه السلفية وقليل من أهل السنة غلوا فيه عمر بن عبد العزيز، حتى قالوا أنه من الخلفاء الخمسة أو الستة ولا أدري ماذا، والعياذ بالله هذا غلو. كما تكون وقافة، توقف عند حديث النبي: الخلافة بعد 30 سنة، بعد موت علي لم تكن هناك خلافة. توقف، كن وقاف عند حديث رسول الله إذا صح، لا تتجرأ على رسول الله. إياك وهذا البغض الدفين الذي في صدرك أنه ليس بوسيلة وأنه إنسان عادي وأنه بشر هذا كله حقد. هو أفضل منك، هو الرسل فضل الله بعضها على بعض، تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، فما بالك أنت بشر وهو رسول؟ أنت بشر وهو رسول، أدى الأمانة وحفظ الرسالة وأنزل عليه الوحي من السماء. فبنو أمية قتلوا الحسين بعد لم يمر على موت، على وفاة النبي صلى الله، وفاته ليس موته، على وفاته قبل 30 أو أكثر بنيف، وقد قتلوا ابنه الحسين. بنو أمية لديهم مجلس أمن قومي. بنو أمية عمر بن عبد العزيز هذا خطر على سيرتنا الأموية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالله لا جنة ولا نار، كما قال زوج هند صخر الملقب بأبي سفيان. فالشتلة الصالحة نحوها ثم قتلوها. فكان من خصال النبي صلى الله عليه وعلى آله أن لديه في كتفه الأيمن خاتم النبوة، وشم جميل مزين، ذلك الجسد الطاهر الناصع. فكان الصحابة من الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يستنون بسنة ذلك الخاتم ويتبعونه، منهم من كان يوشم. فلما فشى ذلك في المدينة أن الرجال يوشمون أو يستوشمون، اتبعتهم النسوة، النساء اتبعن الرجال، فنهى رسول الله عن ذلك. لهذا ليس هناك حديث واحد يقول الرجال المستوشمون من الرجال حرام. يوجد الذهب حرام، يوجد الحرير حرام، لكن الوشم للرجال لا يوجد. ومن دلالات ذلك تفشي الوشم في العشر الأوائل، في العشار الأوائل من الفتوحات الإسلامية. كان الأمازيغ يوشموا، ولكن ظلوا بعد ذلك، وأصبحت النساء أيضا توشم. لكن الوشم، الذهب للمرأة حلال، للرجل لا حرام. الذهب للمرأة حلال، الحرير حلال، لكن أنت لا تلبس الذهب ولا الفضة. كذلك
إلا الفضة، لا تلبس الذهب ولا الحرير. كذلك أنت، الوش من عليك حاليا أنت تستنى بسنة النبي أو تتجمل أو أي شيء، لأن دنيا وآخرة. إن كنت فعلتها للدنيا، ومنهم من يريد حرث الدنيا فنؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، ومن الناس أيضا من يريد حرث الآخرة، الدنيا والآخرة، فيستنى. أنت والنية، وإنما نعمل بالنيات. فهذا تبيين اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام على من اتبع الهدى.